يا صباح الفل، صباح القشطة، صباح الياسمين، صباح الحلويات. عيد سعيد عليكم وعلى حبايبكم. العيد فرحة زي ما بيقولوا. يا رب تكونوا كلكم فرحانين ومبسوطين، وشربتوا الشاي باللبن وكلتوا البسكوت والحلويات والشوكولاتات والحاجات الحلوة الجميلة الخطيرة اللي احنا متعودين عليها دي. بحبكم جدا وبشكركم جدا 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 ان انتم مشرفيني ومنوريني هنا. فين اللايك؟ فين اللايك؟ لازم اقول اعملوا لايك واعملوا اشتراك. من قبل ما اقول اول الفيديو المفروض ما يتفتح تنزلوا تعملوا اللايك على طول. فين بقى اللايك الجامد بتاعكم؟ انا مستنيه منكم لايكاتكم الجميله الحلوه الخطيره علشان نبتدي الفيديو مع بعض. الفيديو الجامد، الفيديو الجميل، الفيديو الخطير 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 الخطير. انا مبسوطه جدا 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 ان انا معاكم وانتم معايا ومشرفيني ومنوريني، على قد ما انا زعلانه على قله المشاهدات. لان ليه بقى في المشاهدات قليله؟ علشان حضراتكم ما بتعملوش لايكات. فين اللايكات؟ اللايكات يا جماعه هي اللي بتقوم القناه. وقلت لكم كل ما تعملوا لايك اعرف دي كلمه كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتي طيبه، كل سنه بنحبك، يعني اعرف كده. وروني بقى النهارده الفيديو بتاعنا هيكون عامل ازاي. بشكركم جدا جدا اي حد اذا كنتوا بتدعموني باشتراك وتعملوني لايك، وكمان بقى الانتساب وحلاوه الانتساب. بجد بتوع الانتساب عاملين عليهم بزياده الحمد لله. بيجيلي كل الكومنتس بتاع الانتساب خطير خطير خطير. وبشكركم جدا ان الفيديو عجبكم. بحبكم قوي. فيديوهات الانتساب فيها مفاجآت حلوه وخطيره وبتنزل بانتظام وجميله جميله الحمد لله، برأي الناس مش برأيي انا، ده برأي الناس وكل الكومنتس اللي بينزل عليها. فاي حد مش موجود في الانتساب انتوا اللي هتندموا، انتوا اللي مش هتبقوا مش عارف ايه. براحتكم. انا فيديوهات الانتساب حلوه جميله، والفيديو الجاي جميل وخطير بقى ما اقولكوش هيبقى ايه. خلينا نعمل مفاجآت حلوه للناس بجد بجد. اخواتي اللي بيدعموني في الانتساب في مفاجآت ليكم حلوه وجميله وخطيره. فاللي مش موجود في الانتساب يعني براحتكم براحتكم، انتوا حرين يعني. انا مش هفضل بقى اتكلم كتير، يعني الفيديوهات بتتكلم عن نفسها. انا واثقه في نفسي وفي فيديوهات النساب بتاعتي، فيديوهات حلوه وفيها وصفات حلوه وجميله وخطيره. طيب هنعمل ايه النهارده؟ هنبصوا بقى، عملنا هنا الريسبشن زي ما انتوا شايفين. نكمل بقى بقيه الريسبشن بتاعنا، نشيل بقى السجاد بتاعنا الحلو الجميل الخطير اللي اتبهدل ده علشان بقى يتغسل الغسله الحلوه. تمام. وهقعد كده هقعد كده من غير سجاد ومن غير حاجه، لان الدنيا متبهدله ولازم بقى كل السجاد ده يتغسل. وعايزه اجيب حاجات وعايزه اشتري حاجات. يعني بصوا الايام الجايه ان شاء الله بدعواتكم الحلوه الجميله اللي هتكتب لي في الكومنت ان شاء الله هعمل كل حاجه حلوه. وهنشتري هشتري كل اللي نفسي فيه. كل ده انا هعمله معاكم، بس استنوا واصبروا. يعني الشهر الجاي خلاص تغور بقى المدارس بمصاريف المدارس، ونبدأ نشوف بقى هنجيب ايه وهنعمل ايه. هعمل حاجات كتير وجميلة ان شاء الله، والايام الجاية جميلة. تمام. واسكتوا بقى هنصيف ونروح يعني حاجات. بصوا خلوكم معايا خلوكم معايا. اوعوا تروحوا في اي حته. اوعي تقومي. ما اقولكيش كده وتقومي الاقيكي قايمه على طول. لا ما تقوميش يا هانم، ما تقوميش غير لما اعمل تتفرجي على الفيديو. انا اديتك حماس واديتك نشاط، بس اصبري اصبري اصبري. واديتك كمان فكره حلوه تعملي اكل حلو على فكره. يعني النهارده غداكوا عليا انكم هتعرفوا الغدا بتاعكم ايه وتقوموا تعملوه. مش مكلف ولا اي حاجه، يعني طبعا كل حاجه بتكلف مش هنضحك على بعض، بس بسيط بسيط. قولولي لو عايزين اي وصفه معينه، عايزين اي اكله معينه، يا ريت تكتبولي في الكومنت ايه عايزين تعملوه. فمستنيه منكم بقى تقولولي بتشوفوني منين. اعملوا نفسكم مش سامعين حاجه. اي صوت موجود في الشارع اكنكم بصوا تجاهلوه. اي حاجه اسمعوا صوتي انا بس. طب اغني لكم طب ولا اعمل ايه؟ لا 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 لا، صوتي مش حلو ومش هيعجبكم بقى. لا هنتكلم بقى وخلاص. استحملوني استحملوني. قولوا لي بقى بتشوفوني منين، من اني بلد، من اني دوله، عشان لازم اعرف الناس الحلوه الجميله الخطيره اللي موجوده هنا، اللي بيتفرجوا عليا وما بيعملوش لايكات. علشان هم لو عملوا لايكات في غيرنا هيشوفنا، في غيرنا فيديوهاتنا هتعلى. بس فين؟ ما حدش بيسمع كلامي. بس ماشي ماشي، انا مخصموكم وقلت لكم لو ما عملتوش لايكات كتير اشتراكات كتير مش هعمل فيديو بكره. بس انا ضعيفه قدامكم، انا عشان انا بحبكم. يا رب تكونوا بتحبوني قد ما انا بحبكم. انا رغايه قوي النهارده صح؟ اسكت؟ طب مش هسكت، علشان انتوا وحشتوني وحشتوني وحشتوني. فقلت اعمل معاكم الريسبشن واطلع ارغي كده كلمتين كده، ومش هنزل من على ودانكم النهارده.
مستنيه منكم. انا بقرا كل الكومنتس على فكره اللي بتتكتب، فحبيت ان انا اطلع ارد عليكم كل اللي كتب لي. كل سنه وانت طيبه، احنا بنحبك كل سنه وانتوا طيبين. احسن اخوات في الدنيا، احسن ناس في الدنيا، مشرفيني ومنوريني، احسن بلاد في الدنيا. بجد بشكركم 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 على محبتكم الكبيره. هنا بقى هنشيل بقى شويه التراب وشويه المناديل اللي موجودين ونكمل بقيه الفيديو. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده ليه تكمله حلوه قوي قوي قوي. هسيب لكم التكمله بتاعته موجوده في المنتدى، وروحوا شوفوها وشرفوني ونوروني. قولوا لي خلي بالكم التليفون كان هيقع، بس الحمد لله نقزنا الدنيا يعني. فمستنيه منكم تكتبوا لي كومنتس حلو كده وتقولوا لي ان انتوا دخلتوا على القناه التانية، او خشوا على القناه التانية اعملوا لي لايك هعرف على طول. بس هنا بقى شلنا كل المفارش، هنشيل كل الستاير، هنشيل كل حاجه، كله هيتشيل علشان بقى نروق بقى الترويق الحلو الجميل الخطير بقى اللي من العمق يعني. خلصنا هنا نحط كل حاجه مكانها، كل حاجه كنت ركناها احنا نحطها بقى في مكانها. تمام، نكمل بقى الجزء التاني ونشوف هنعمل فيه النهارده. هو انا على فكره انا برغي كتير، عارفين ليه؟ عشان انا كنت محرومه من الكلام الايام اللي فاتت لما كنت تعبانه، ما كنتش عارفه اتكلم خالص، فبعوضه بقى فيكوا يعني، اللي هو انتوا بتوعي، انتوا حبايبي، انتوا اخواتي، فلازم ارغي كتير، ارغي بقى، اعوض بقى كل الايام اللي فاتت اللي ما اتكلمتش فيها. ارغي ارغي ارغي. هل انا رغي وحش ولا حلو؟ مش عارفه، عشان انتوا ما بتكتبوليش على فكره. انتوا لو بتكتبولي تقولي بطلي كلام شويه انا هبطل وهسمع كلامكم على فكره، بس مش هبطل قوي 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 يعني، نص نص. تمام. يلا بينا بقى نكمل ونبطل رغي ونشوف هنعمل ايه. نكمل بقى بقيه الريسبشن بتاعنا. يا خرابي، عايزه اقول لكم انا ما بشوف المنظر ده بتعب جدا 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 يعني. فعايزه اقول لكم مسكت الصاله دي خليتها زي الفل وشلت كل ده وروقت كل ده. فطبعا لو عايزين تشوفوا بقى المرحله اللي بعد دي او عملت ايه ورغيت في ايه، هتلاقوني موجوده في المنتدى. خشوا على المنتدى هتلاقوا بقيه الفيديو، كملوه معايا. تمام. بس هنا كان في شويه هدوم قلت اشيلهم بقى في الشنطه دي علشان ما اسيبش هدوم على الكراسي وما اسيبش حاجه خالص. يلا بينا نروح بقى على المطبخ ونشوف الاكل هنعملها ايه. ما تقفلوش الفيديو وكملوا الفيديو للاخر لو بتحبوني. ها يلا بينا. هنا بنعمل بقى كبده حلوه خطيره جميله. هنا كنا بنشوح البصلايه على النار، هنحط عليها شويه الفلفل اللي احنا مقطعينه شرايح ونقعد نقلب كل ده. طبعا احنا محضرين الكبده مقطعينها شرايح وركنينها على جنب. هنسيب الخضار يدبل شويه صغيرين. اهم حاجه ايدك تبقى في التتبيله، في التقليب يعني. نقعد نقلب لغايه الخضار ما يدبل معانا. تقعدي تقلبي قلب كده هيدبل معاكي. ابداي بقى حطي بقيه مكوناتك. هنا دي الكزبره نطحنها بقى في المطحنه ونشوف هنعمل ايه. بصوا الخضار دبل ازاي معانا. خلاص كده تمام. نبدأ نحط بقى بقية المكونات بتاعتنا. ادي الكبدة بتاعتنا غسلينها. وبصوا عايزة اقول لكم حاجة، هي الكبدة ما بتتغسلش، في ناس بتغسلها وناس لا. انا من النوع اللي انا صراحة مش بغسلها يعني، انا بجيبها من الجزار كده. لو لقيت دم كتير قوي، بس الكبدة ما بتجيش فيها دم، خلي بالك خالص يعني. انا ما بجيبها من مكان نضيف وانا واثقة فيه، مش بغسلها. هقلبها كده مع بعض. وادي الكزبره طحناها طحنه حلوه قوي ونشيلها اهو.
هنقلب بقى كل الكزبره كده، كل الكبده كده. طبعا التتبيله بتاعتنا هنتبلها بالثوم وبالتوابل بتاعتنا. ادي الثوم اهو، دي مطحنه الثوم، بنحط الثوم كده وندوس عليها بينزل على طول مبشور. يعني بسهل على نفسي شويه. لو عندك كبه هتحط الثوم في الكبه وتك تك على طول هتعملي. لو وصلتي لغايه هنا قولي لي وصلتي للدقيقه كام او كنت بعمل ايه. و لو عايزه اي وصفه اكل، عايزه اي حاجه، انا عيني ليكي. قولي لي وصفات الاكل اللي بتحبيها او البلد اللي بتاكلوا فيها، يعني وصفات معروفه مش عارفه تعمليها او مش عارفه مكسله ان انت تشوفي حد، قولي لي على طول وانا اعملها لك، واعملها لك بالتفصيل اللي هو حاجه بكل خطوه بخطوه، وهمشيها معاكم خطوه بخطوه. مستنيه منك كل حاجه تكتبيها لي، تقولوا لي ايه رايكم في الوصفات انا بعملها، وهل الوصفه جربتوها ولا لا، ولو جربتوها قولوا لي وجربتوها وايه الاخبار. ولو الوصفه دي انتوا بتعملوها عندكم في بلدكم قولوا لي برضو اسمها ايه. هنقلب كل التوابل كل المكونات مع بعض كده. لما تاخد الصدمة الحلوة الجميلة بتاعتنا وتغير لون بتبقى خطيرة وجميلة. بصوا، في ناس بتعملها بطماطم، في ناس بتعملهاش بطماطم. انا رايي ما تعملوهاش بطماطم، بتصفر الكبده، فبلاش من الطماطم، يعني شيلوا الطماطم اللي اتحطت دي. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، كزبره اللي احنا طحنينها الجميله الخطيره دي، وهنحط شعرة فلفل اسود وكمون. هي دي التوابل بتاعتنا اللي بتتحط في الاكله دي. هل انت عندك بقى توابل في بلدك بتحطيها تاني حطيها، وعرفيني برضو انت بتعملوها ازاي عندكم. الملح بتاعنا اهو. ادي التوابل بتاعتنا برضو. خلصنا كل حاجة، هنقعد نقلب بقى تقليبة حلوة كده. وبعدين لازم كله يشرب بقى من التتبيله، وكله يشرب من حاجه عاملاها حلوه وخطيره. واعمليها وجربيها، اكله حلوه بسيطه لولادك. الف هنا وشفا، تعملي لهم اكل حلو وجميل ونضيف تبقي واثقه منه. الاكل عارفه ان هو مكلف اليومين دول، يعني انت دلوقتي لو جبتي الاكله دي من بره صدقيني هتكلفك جامد، لكن لما تعمليها من البيت اكله حلوه وترضي عيالك وتاكليهم على قد ما يشبعوا، هيشبعوا ومش هتصرفي. لو جبتي من بره اي سندوتشات يعني العدد بتاع اطفالك، لاني ما شاء الله كل بيت فيه عيل واثنين وثلاثة واربعة، فعلى قد ما بنقدر بنعمل حاجة مش مكلفة قوي وحاجة نظيفة، بنبقى واثقين ان الاكل ده نظيف وجميل، ما فيهوش اي خطر علينا وعلى اولادنا وعلى صحتنا. بصوا شكل الكبده عمل ازاي اتغير، ما اقولكوش الريحه خطيره جميله جدا جدا جدا، لان الثوم بيدي ريحه حلوه قوي قوي قوي. ما تكتريش السوا على الكبده بالذات، علشان لما بتكتري السوا بتبقى عامله زي البلاستيك بالظبط، اكنك بتاكلي بلاستيك، لكن هي كده استوت خلاص. لكن لما بتكتريش السوا عليها بتبقى حلوه قوي قوي قوي. هنجيب بقى السرفيس بتاعنا او الطبق بتاعنا اللي هنحط فيه، ونبدا نعمل. عندك بقى فينو، تعملي فينو، كايزر، عيش بلدي، بصي كل حاجه. وبتعمليها بقى سبايسي، بتحطي عليها قطع فلفل بقى حراقه خطيره، بتبقى خطيره خطيره. جربي الطريقه وان شاء الله انا واثقه انها تعجبك. ولو عملتيها وجربتيها وعجبتك مستنيه تقولوا لي رايك ايه، بتفرحوني جدا جدا بكل كلامكم الحلو الجميل ده.
يا رب ما تكونش فيديوهاتي مملة، ما تبقاش كبيرة، وبتبقوا سعداء وانتوا معايا زي ما انا كده ببقى سعيدة جدا وانتوا في وسطي، في وسط حياتي وفي وسطي. بشكركم جدا جدا، وانتظروني فيديوهات جاية كتير هتبقى حلوة وقوية وجميلة، ومفاجآت الأيام الجاية هتبقى حلوة جدا جدا جدا. ألف هنا وشفا على اللي هياكل، ألف هنا وشفا على اللي هيعمل. انتظروني بكرة في فيديو جديد. سلام.